كشف تقرير صحفي إنجليزي اليوم الأربعاء عن رغبة الدولي الإسباني نيكو ويليامز جناح أتلتيك بلباو فيما يتعلق بمستقبله وناديه الجديد. وكان ويليامز 22 عاماً قد ساهم بقوة في تحقيق منتخب إسبانيا لقب يورو 2024 بعد أن سجل في المباراة النهائية ضد إنجلترا، وكان عنصراً أساسياً طوال البطولة. وبحسب صحيفة ذا أتلتيك البريطانية، فإن ويليامز يحظى باهتمام تشيلسي وأرسنال، وهما على استعداد لتفعيل الشرط الجزائي في عقده البالغ 58 مليون يورو. ومع ذلك فإن ويليامز يريد البقاء في إسبانيا والانتقال للعب في صفوف برشلونة. وأشارت الصحيفة إلى أن ويليامز يرغب في اللعب إلى جوار زملائه في منتخب إسبانيا لامين يامال وجافي وبيدري جونزاليس وفيرمين لوبيز، ويتبقى أمام برشلونة استكمال بعض الأمور الخاصة مثل توقيع عقد للرعاية مع نايكي وحسم اتفاقية 1 دقيقة مع رابطة الليجا من أجل حسم صفقة ويليامز.